وبتبدأ أحداث الفيلم بالسيد هيكسلي واللي بنعرف إن هو تاجر تحف ومقتنيات قديمة، وهو قاعد مع واحدة مريضة اسمها مارسيل وجايب لها صندوق جاك الأصلي اللي كانت بتدور عليه من زمان، وبيعرفها إن هو لقاه بصعوبة جدا. ده غير إن هو بيحقق جميع المقتنيات القديمة وبيفضل سايبها عنده، وإن لو حد عرف إن الصندوق ده عندهم هيحاربوه عشان يوصلوا ليه بسبب قصص الرعب اللي كانت بتتحكي عنده. لحد لما بيدخل عليها ابنها إدجار مع شنطة فلوس وبيسلمها لهيكسلي، وبياخد الشنطة وبيمشي لكنه بينسى مفاتيح العربية. ومارسيل هنا بتطلب من إدجار إن هو يسيبها لوحدها، ولما بيخرج بتغير كلمة جاك اللي مكتوبة في الصندوق لكلمة حياة، وبيفتكر هيكسلي إن هو نسي مفاتيحه فبيرجع تاني علشان ياخدها. ومارسيل بتلف مفتاح الصندوق وبيخرج منه صوت موسيقى، وفجأة بيتفتح وبيخرج منه تمثال على شكل مهرج، وبيدخل الصندوق تاني. بعد كده بتظهر مخالب مخيفة، وساعتها مارسيل بتطمن ان هو ده هي اللي بتدور عليه، وبيكون هيكسلي طالع يجيب مفاتيحه وبيظهر له مهرج مخيف وبيخلص عليه. وبعدها بياخده على الأوضة مارسيل وبيدخل معاه الصندوق، وبتلف دايرة زي الساعة مرقمة وبتقف عند الرقم 1. وتاني يوم بنشوف بنت اسمها إيمي جاية تشتغل في القصر، وإدجار هنا بيفتح لها الباب وبيبقى دايما المفتاح بيعلقه، وبيستقبلها وهي بتنبهر بشكل القصر الفخم، وبيعرفها إدجار إن هو عايش هنا فيه هو وأمه من 20 سنة. وبتطلب منه إيمي إن هي تشوف والدته عشان تشكرها وكمان علشان تتعرف عليها، وبيعرفها إن الدكاترة قالوا إن هي مريضة جدا وقدامها 6 شهور فات منهم 5، وطالبين إن محدش يزعجها. وبياخدها على مكتبه وبيعرفها دورها في القصر اللي هتقوم بيه الفترة اللي جاية، وإن هي هتقوم بالنظافة والصيانة والتنظيف ولازم تمشي على القواعد. وهيساعدها جانت مدير المنزل والشيف فرانك، وبيعرفهم كمان إن هو وأمه عايشين في الدور اللي فوق ومحدش بيطلع على الدور ده غيرهم، وبيديلها العقد عشان تمضي عليه. وبتلاحظ إن مكتوب فيه إن مفيش حد يخرج أو يدخل القصر بعد الساعة 9 بالليل، لكن إدجار بيعرفها إن ده للأمان مش أكتر، فبتوافق وبتمضي العقد على طول. ولما بيطلع الفطار لأمه بيتصدم من منظر الدم، فبتعرفه إن هيكس مات بتحكي له عن الصندوق وإن هو جواه مخلوق مش من العالم بتاعهم، أول مرة يخرج من الصندوق، وبياخد 6 ضحايا يستمد منهم قوته والطاقة بتاعته. وبما إن الصندوق معاها فهي كمان هترجع لها قوتها وصحتها زي الأول. وإدجار ما بيبقاش مقتنع بكل اللي بتقوله، لكنها بتطلب مساعدته في الأول، وبتقوله إن هو ما يخليش الموظفين يمشوا من القصر ويحاول يجيب ناس تانيين عشان المخلوق ياخد ال6 أرواح اللي هو محتاجهم. ومن خوف إدجار بيضطر إن هو يوافق على كلام أمه، وبينزل مكتبه وبيبقى متوتر ومرعوب من اللي شافه وعرفه، وبيحط إيده على وشه وبيغمض عينيه. لكن فجأة بيسمع صوت هيكسلي وهو بيطلب المساعدة، فبياخد شمعة وبيروح في اتجاه الصوت، وبينزل القبو بتاع القصر لحد لما بيوصل لمصدر الصوت وبيلاقيه خارج من الصندوق، فبيحاول يفتحه. وفجأة بيطلع له شخص مخيف، وهنا بيفوق إدجار وهو مفزوع، وبيلاقي نفسه إن هو كان بيحلم بكابوس مش أكتر. وفي نفس الوقت بنشوف ايمي وهي بتحط هدومها في الدولاب، وبتجيلها رسالة من حبيبها بيعتذر لها وبيقول لها ان هو عاوز يسمع صوتها مرة تانية، فبتحب تكلمه لكن مش بتلاقي شبكة موجودة، وبتوقع الزهرية بدون قصد منها. وبعدها بنشوف جانت وفرانك اللي بيكونوا قاعدين بيلعبوا شطرنج، وبتقول لهم على الزهرية اللي اتكسرت، فبتطمنها جانت ان هي هتقول لإدجار ان هي اللي كسرتها لانها زهقت من القصر ونفسها تمشي. فبتشكرها ايمي وبتقعد تكمل طور الشطرنج مع فرانك، وبيتعرفوا على بعض اكتر مع الوقت، وبتقدر تغلبه. وجانت بتكون فرحانة جدا لانها دايما بتغلبه. وفي الوقت ده إدجار بياخد الصندوق وبيروح يحطه في الحظيرة اللي بره القصر، وبعدها بيخرج فرانك وجانت يتمشوا مع بعض شوية. وهنا بيروحوا للحظيرة، وجانيت بتخاف من المكان وبتسيب فرانك، وبترجع للقصر وبيسمع فرانك صوت موسيقى جاي من جوه الحظيرة، فبيروح على جين عشان يشوفها ايه اللي بيحصل بالظبط. وهنا إدجار بيقفل باب الحظيرة عليه، وفرانك بيفضل يخبط وينادي على جانيت، وفجأة بيطلع له المهرج من الصندوق وبيخلص عليه بسرعة وبيسحبه معاه زي ما عمل من هيكسلي من شوية. وإدجار بيبقى شايف كل ده وما بيستحملش المنظر، وبتلف حلقة الصندوق على رقم 2. وبيقرر إدجار إن هو يطلع لأمه عشان يقول لها إنه مش هيكمل في الموضوع ده، لكنه مش بيلاقيها. وهنا بيعرف إن هي قامت من سريرها وبيفرح جدا وبيبقى مش مصدق، وهي هنا بتعرفه إن المهرج خلص على ضحيته التانية وبقى أقوى وبيستمد الطاقة منه، وعلشان كده هي قدرت كمان تسترد جزء من صحتها وهتخف قريب جدا. وطبعا إدجار بيتراجع عن قراره وبيقول لها ان هو هينفذ كل اللي هي قالت عليه علشان بس تخف وتفضل جنبه. بعدها بيروح لحبيبته ستيسي اللي بتتفاجئ بوجوده، وإدجار بيقول لها ان هو عاوز يقول لها على سر
لكنها لما بتقعد معاه بتعرفه ان هو اتغير معاه وما بقاش الشخص اللي كانت تعرفه زمان، وكل ده بسبب سيطرة امه عليه ومعاملته الغريبة جدا ليها. فبيقول لها ان هي ضحت بكل ده عشان تكون جنبه، ولو كانت بلغت الشرطة باللي عمله زمان كانت حياته اتدمرت تماما. فبتقوم عشان تعمل حاجة يشربها وهو بياخد تليفونها وبيفتح الرسايل، وبيكتشف ان هي اصلا على علاقة بواحد تاني. وبنشوفه وهو في القصر بيكتب رسالة لجانيت وبيمضي عليها باسم فرانك، وبينام وهو قاعد من التعب وبيحس ان الكائن واقف قدامه. فبيقوم مفزوع مرة تانية لكنه مش بيلاقي حد موجود. وتاني يوم الصبح بتدخل ايمي المطبخ وما بتلاقيش فرانك، فبتروح تخبط عليه عشان تصحيه، لكن بيظهر لها ادجار وبيقول لها ان هو ساب الشغل ومشي بالليل وهو اللي هيحضر الفطار لامه بنفسه. وفي اثناء ما هي بتنظف البيت بتلاقي الصندوق على السفرة وطالع منه المهرج المرعب ده، وبتستغرب ايمي من شغله المريب. كل ما بتبص عليه بتلاقي راسه بتتحرك، فبتقرب منه وبتبص اكتر، وبتتفاجئ ان جانيت بتكون عملت معاها هزار مش اكتر وبتحاول ان هي تخوفها. فطبعا بتسألها ايمي على فرانكو وبتقول لها ان هو ساب لها رسالة على باب اوضتها امبارح بان هو ماشي وهيرجع بعد كده. ولما رجع تاني بيعرفوا ان هم كانوا متفقين يمشوا سوا، لكنه اتخلى عنها ومشي لوحده، وكانت متخيلة ان هو بيحبها زي ما هي بتحبه. وطبعا محدش يعرف اللي حصل معاه لحد لما بنروح لإدجار اللي بيطلع الفطار لأمه وبيسألها ازاي عرفت بقصة الصندوق. فبتعرفوا القصة من الأول وإن هي تعرف الحوار ده من سنين، واكتشفت مذكرات الشخص اللي عمل الصندوق واللي قضى كل حياته في صنع صندوق قوي يقدر إن هو يحتوي أقوى شر في العالم، واللي بيتمثل في شكل مهرج كان بشري زيهم من العصر الفيكتوري، لكن قوة الشر استحوذت عليه وتحول لكائن مخيف. وإن الغرض الحقيقي من الصندوق هو تحقيق أمنية واحدة كمكافأة مقابل إن الكائن ده يخرج للحياة ويحصل على الست ضحايا، وإن هي تمنت ترجع بقوتها وصحتها زي الأول وأكتر. وفي اللحظة دي بتوصل ستيسي على البيت وإدجار بيشوفها وبيتضايق وبيروح يفتح لها الباب، ولما بتدخل القصر بتندى عليه وبيظهر من وراها وبيخليها تفقد الوعي. ولما بتفوق بتبقى قاعدة على كرسي ومربوطة، وبيجي لها إدجار الصندوق وبيحطه قدامها وبيقول لها إن هو عارف بخيانتها من الأول، وعارف إن هي بتكره أمه جدا وعشان كده لازم تتحاسب على كل أفعالها، وبيسيبها وبيمشي. فهنا بيطلع الكائن من الصندوق وهي بتصرخ وبتطلب المساعدة فبيهجم عليها. وفي الوقت ده بتكون جانيت قاعدة مع ايمي وبتحكي لها عن ادجار اللي بيبقى واقف بره الاوضه وسامعهم، وبتقول لها ان هو حكى لابوه ان ابوه ده كان شخص سيء جدا وكان بيتعامل مع امه بشكل مهين، وفي مره ادجار ما قدرش يستحمل معامله ابوه لامه وبدون ما يقصد خلص عليه. وساعتها امه كانت لازم تدافع عنه واتهمت عم ادجار ان هو اللي عمل كده وهربت من البلد بعدها. فبيتضايق ادجار من جانيت ان هي حكت السر اللي كانت ما بينهم، وبيروح لستيسي عشان يتاكد ان الكائن اخدها، لكن بيلاقيها لسه عايشه فبيخاف وبيجري على طول. والمهرج بيسحب ستيسي للصندوق وبتبقى الضحيه رقم 3. وبيطلع ادجار علبة المنوم وبيحط لإيمي حباية منها في الكوباية بتاعت المية، وبتحس إيمي إن هي عايزة تنام وبتطلع لأوضتها، وبتجيلها رسالة من حبيبها فبترد عليه إن هي بتحبه وهترجع البيت قريب، لكن الرسالة ما بتوصلش وبنعرف إن مفيش شبكة. وفجأة بتلاقي المهرج واقف قدامها فبتصرخ وبتنزل بسرعة، وجانب بتسمعها وبتروح لها، وبتقعد هنا ايمي على الأرض وهي مرعوبة ومصدومة تاني. وهنا الصبح بيدخل لها إدجار وهو جايب لها الفطار، لكنها بتقول إن هي هتمشي من القصر ده، فبيطلب منها إن هي تستريح باقي الأسبوع وهو هيجيب لها الدكتور عشان يطمن عليها، وبعدين يبقوا يتكلموا. وبيوصل دكتور توماس وبيكتشف على إيمي، وهنا بيسألها إذا كانت بتاخد أدوية أو ممنوعات ممكن تسبب لها هلاوس، لكنها بتقول إن هي ما خدتش أي حاجة الفترة الأخيرة وإن اللي شافته ما كانتش هلاوس ولا حاجة. فبيريحها هنا وبيديلها علبة الحبوب اللي مديها له إدجار، لكن بيرجع في كلامه وبيعرف إن هو كده بيأذيها، وبيطلب منها ترتاح شوية مش أكتر وتاخد بالها من نفسها، لحد لما بيديلها الكارت بتاعه لو احتاجت أي حاجة ممكن تكلمه. وبيكون إدجار واقف بره الباب وسامعه، وأول لما توماس بيخرج بيروح وراه إدجار وبيزعق له عشان ما عملش اللي اتفقوا عليه مع بعض من شوية. فبيقول له توماس ان اللي بيعمله ده غلط ومش هيساعده فيه، وبيسيبه عشان يمشي. واول لما بيوصل لبوابة القصر بيلاقيها مقفولة، فبيرجع لإدجار وبيبقى متضايق منه جدا، وبيسمع صوت جاي من ناحية الحظيرة وبيلاقي الصندوق. فإدجار بيزق عشان يدخله جوه الحظيرة هو كمان وبيقفل عليه، وبيخرج له المهرج وبيخلص عليه بالمرة وبياخده جوه الصندوق، وبكده يبقى توماس الضحية رقم 4. وبيروح إدجار على أمه وبيلاقيها واقفة على رجلها وبتمشي، فبيفرح أكتر جدا وبيعرفها إن هو هيتخلص من عربية دكتور توماس، وده عشان محدش يشك فيهم، وإن هو هيخلص على الاتنين الفاضلين الليلة دي.
وبتروح جانيت لإيمي بتعرفها إن هي سمعت اتفاق إدجار مع توماس، لكن إيمي بتقول لها إن هو مرضيش يديلها الدور، وإن هو في حاجة غريبة بتحصل في القصر ده، غير إن المفتاح الرئيسي مش موجود مع باقي المفاتيح بتاعة القصر، وأكيد إدجار بيكون هو اللي خباه عشان يحبسهم هنا فترة طويلة وما يقدروش إن هم يمشوا، ولازم يدوروا على المفتاح عشان يهربوا. فبتنزل جانيت وبتدور على المفاتيح وبتدخل مكتب إدجار وبتفضل تدور فيه، وبتحس إن هو جاي فبتستخبى تحت المكتبة وهو بيقف قدام الأوضة وبعدها بيمشي. فبتروح جانيت في الكابو بتاع القصر وبتسمع صوت الموسيقى وبتروح ناحية الصندوق، وبتلاقي الصندوق مفتوح قدامها وبيظهر من وراها المهرج وبيهجم عليها. وفي نفس الوقت ده بتبقى ايمي بتحضر شنطتها وبتاخد كارت دكتور توماس، وبتلاقيه كاتب لها على ظهره ما تثقيش في ابدا في ادجار، ولازم تمشي من القصر في اسرع وقت. وبنشوف جانيت وهي بتحاول تطلع من الكابو وبيجي لها ادجار فبتطلب منه ان هو يساعدها، لكن بيرفض ان هو يعمل كده وبيسيبها للمهرج اللي بيسحبها للصندوق، ودي بتكون الضحية رقم 5. فبنروح لإيمي اللي بتنزل المطبخ وبتمسك سلاح في ايديها وبتنده على جانيت، وبتنزل القبو تدور عليها وبتلاقي ايديها جنب الصندوق فبتترعب وبسرعة بتجري تخرج بره القبو. وإدجار بيفضل يدور عليها وما بيلاقيهاش في أوضتها، وفي التوقيت ده بتبقى إيمي بتدور في أوضته على مفتاح بوابة القصر لحد لما بتلاقيها، وبتتفاجئ بمارس اللي واقفة وراها وبتضربها وبتقول لها إن هي مش هتخلص عليها وهتسيبها للكائن ده عشان ياخدها كضحية. وهنا بيفتح بالصندوق وبيخرج المهرج فعلا، وإدجار بيفضل يخبط على الباب وده عشان حد يفتح له ويخرجه. أمه بتسمعه في اللحظة دي، وإيمي بتقدر تزق إيديها وبتخلص عليها، وإدجار بيسمع صوت أمه وبيحاول إن هو يكسر الباب برجله. بتجري إيمي وبتنزل لكن بتلاقي المهرج طالع في وشها، فبتحاول إن هي تستخبى منه. واول لما بيقرب عليها بتقدر تجري منه تخرج بره القصر، وبتروح علشان تفتح البوابه لكن الجهاز بيفضل معلق، وإدجار بيكسر الباب وبيروح لامه بيلاقيها ميته، فبينهار وما بيبقاش مصدق ان هي ماتت وبيفضل يعيط. المهرج بيوصل لايمي وبتقدر ان هي تفتح البوابه على اخر لحظه قبل ما يمسكها تجري، وهنا بتقدر ان هي تهرب منه. واثناء ما بتجري في الغابه بتلاقي البوابه بتتقفل تاني، لكن المهرج المره دي بيمسكها، فبتحاول ان هي تضربه وبتزحف لحد لما بتخرج على الطريق والبوابة بتتقفل بعدها، وهو ما بيقدرش يحصلها. وبتلاقي عربية جاية قدامها وبتشاور لها على طول، بينزل صاحب العربية وبيساعدها، وإدجار بيحضن أمه وبيقول لها إن هو كان يتمنى يشوف ابتسامتها. وأول لما بيحس بالمهرج واقف وراه بيوعدها إن هي تبتسم تاني حتى لو هو مش موجود معاها. وبعدها المهرج بيقدر ان هو يخلص عليه وبيسحبه معاه للصندوق، وبكده بيكون إدجار تم رقم 6. وبعدها الأم بتفوق من تاني وبترجع للحياة، وبيبان الموضوع لسه مخلصش لحد كده.